عشان تكون مدير ناجح لازم تكون صاحب قرار، وعشان تكون صاحب قرار ده معناه ان البروبلم سولفنج سكيلز عندك قويه. يعني ايه بقى الكلمه المكلكعه دي وايه فايدتها وايه اللي محتاجه عشان اتعلمها؟ ده اللي هحكي لك عليه في فيديو النهارده. بس قبل ما اقول لك ما تنساش تعمل فولو ولايك. انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. الارقام بتقول ان مهاره حل المشكلات هي تاني اكتر مهاره مطلوبه في سوق العمل بعد الاناليتيكال ثينكينج، وحقيقي هي واحده من المهارات اللي بيدور عليها اي صاحب شغل في اي موظف. وبما ان المشاكل جزء لا يتجزأ من طبيعه اي شغل، ده يرجعنا لاول سؤال: ايه هي مهاره حل المشكلات وايه فايدتها؟ هي قدره الموظف على اكتشاف مشكله معينه وتحليلها ومعرفه اسبابها وابعادها واللي بيوصل في النهايه لحلها، وده عشان المشكله ما تتكررش تاني، وبالتالي الشركه تتفادى الخسائر او تقلل منها. ولازم تبقى عارف ان الشخص اللي عنده المهاره دي بيتعامل في الشغل معامله الجوكر، وده لان الناس بترجع له وبتطمن بوجوده. ومتوقع دلوقتي ان في حد يقول لي ايوه ويستغلوه ويستعبدوه، بس لو انت بتفكر بالشكل ده انا مش هبقى زيك وهفكر فيها من الجانب الايجابي. الشخص اللي عنده المهاره دي دايما مستعد وبيقدر يحلل كويس اي مشكله، ومع الوقت بيبقى عنده قدره عاليه على اتخاذ القرار السريع ومن غير تردد، وده اللي يأهله انه يكون التيم ليدر او المدير اللي جاي. ومن الحاجات اللي هتفيدك بمهاره زي دي انك هتتعلم جنبها مهارات تانية زي الاناليتيكال ثينكينج والاكتيف ليسننج، وكمان هتتعلم ازاي تعمل سيرش عشان توصل لاحسن حلول. ده غير انك هتتعلم ازاي تشتغل في تيم وورك. ولو حابب تتعلم المهاره دي هتلاقي مواقع تدريبيه كتير بتقدم لك فيها كورسات زي موقع ادراج اللي هتلاقيها موجوده عليه مجانا وبالعربي، والكورس اسمه حل المشكلات واتخاذ القرارات في بيئه العمل. وبس يا سيدي، ما تنساش تقول لي في الكومنتس لو بدات تتعلم بروبلم سولفنج بتتعلمها على موقع ايه، وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.